بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهاردة هنعمل حلو كده الأمهات بتاع زمان، كريمي وناعم وبيدوب في البق، سريع جدا ومن غير بقى بيض ولا فرن، وناجح ان شاء الله 100%. هنعمل ايه الوقت؟ انا هحتاج اللي هو كيس لبن اللي هو عبارة عن 4 كوبايات من اللبن. اول حاجة انا من 4 كوبايات اخدت نص كوباية كده حطيت عليها 6 معالق كبيرة من الكاستر، وبقية اللبن ده حطيت عليه 2 كوباية من السكر، يعني تلت وتلت، ودوبت بقى الكاستر كده في النص كوباية من اللبن كده بعيد، دوبتهم الاول حلو، وبعد كده قمت حطاهم على باقي اللبن ماشي، وعلى النار كده قعدت اقلب لغاية اما يغلي، يعني تحس ان هو طلع بخار كده وغلى يبقى تمام. اقوم راح حاطاه في طبق خارجي كده عشان اسيبه يبرد خالص، يعني عايزاه يبرد خالص عشان نحط بقى فيه الفاكهة. هنا هنبدأ اقطع بقى الفاكهة واغطيه كده واغطي وشه عشان ما يعملش وش كده من فوق، يعني يبرد من غير وش. تمام، عايزاه يبرد بسرعة ممكن تجيبي طبق وتحطي فيه تلج، مية بتلج كده وتحطيه فيه عشان يبرد بسرعة. المهم انت بعد كده هقطع بقى الفاكهة، طبعا اي نوع فاكهة انت عاوزاه. انا هنا خليت الراجل او الفكهاني عمل لي فاكهة مشكلة، فانا قطعت منها يعني من كل حاجة كده من كل نوع كمية بسيطة، وجبت فاكهة مشكلة. فهنا قطعت جوافة، وقطعت خوخ، وقطعت تفاح، وهقطع كمان موز وقطعت كمان برقوق. فالمتوفر عندك قطعي، او ممكن تجيبي من كل نوع كده زي ما قلتلك حاجة بسيطة وتقطعيهم كلهم ماشي. هقطعهم كده مكعبات كده صغيرة، يعني على قد المعلقة او على قد ما تقدروا تاكلوا. وكمان قطعت هنا كمان عنب، هقطع الفاكهة كلها، وقطعت موز. وبعد كده هستنى لما الكاستر بتاعي ده يبرد خالص، يعني عشان الفاكهة ما تطراش. سبته كده لما برد، وقمت رايحة حطيت كوباية من الفاكهة عشان نسبة الفاكهة ما تبقاش كتيرة على الكاستر. عايزة تزودي عن كده زودي، عايزة تقللي قللي. فكان كوباية مقدارها كويس على المقدار اللي احنا عملناه. تمام، هقلبها بقى كويس في الكاستر، وبعد كده لا تسيبيها كده في الطبق وتحطها في التلاجة وتبقى تصبي منها ساعة التقديم، لا تقومي حطاهم في الكاسات وبعد كده تدخليهم في التلاجة بالكاسات، وكل اللي عايز مثلا كاس بس كده. ويبقى حلا بسيط سهل سريع مخدش اي وقت خالص، ولما بيسقع كده بيدوب في البق مع الفاكهة، السكر مع مزازة الفاكهة، حاجة كده خطيرة. بس وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. جربوها كده وقولوا رأيكم. وفي اخر الكلام اقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوناش من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.